يا ترى ايه مشاعر الشخص اللي في بالك دلوقتي؟ بيفكر فيك ازاي؟ ايه مشاعره؟ ايه طاقته ناحيتك خلال الفترة الجاية دي؟ تعالوا بينا نشوف ايه مشاعر الشخص ده ناحيتك. يعني واضح ان الشخص ده احساسه ناحيتك احساس بالفقد، احساس ان هو بيتمناك ترجع تاني لحياته. وشايفة ان الشخص ده على طول بيتخاطر معاك وعنده تواصل روحي معاك، لدرجة ان الشخص ده بيحس دايما بقربك، بيحس دايما بتفكير قوي فيك، بيحس طول الوقت ان روحه واخداه ليك. الشخص ده انا شايفة في طاقته انه بيحن لك قوي، حاسس احساس في ندم عليك، في ان هو ظلمك، في ان هو سابك عشان شخص لا يستاهل او لا يستحق. شايفة ان الشخص ده ندمان جدا عليك وحاسس بالقهرة والانكسار من غيرك، لان واضح ان الشخص ده كان بيحس بقربك بالحماية او بالدعم او بالاكتفاء. كان الشخص ده بيحس قد ايه ناحيتك ان هو في المكان الصح او مع الشخص فعلا اللي مقدره ومديله قيمته. واضح ان الشخص ده يعني عنده طاقة اشتياق ناحيتك، شايفاه بيراقبك جدا، شايفاه ممكن يكون قال كلام الشخص ده زعلك، لان شايفاه ان هو ممكن يكون بيجلد ذاته على ندمه على كلام قالهولك، او على بعده عنك او انسحابه، او على بلوك عمله الشخص ده. وشايفة طاقته كلها فيها ان هو عايز يقرب لك جدا، عايز يجيلك بأي طريقة. شايفاه كمان ان الشخص ده عايز ياخد معاك خطوة بأي شكل من الاشكال، وشايفة ان هيجيلك اعتذار منه، تصريح بمشاعر او تصريح بحقيقة حبه وتعلقه بيك، لان شايفة ان الشخص ده كان شخص طول الوقت ما بيبين لكش قد ايه انه بيحبك وقد ايه ان هو لو خسرك هيضيع من غيرك. وفعليا طاقته كلها فيها خطوات رجوع وتواصل وفك بلوكات. اشكركم واشوفكم في طاقة جديدة.